السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ لمي لومة. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة جاية علشان أقول لكم على حاجة مهمة قوي. جات لي مسجات كتير فرحانة بيها جدا طبعا. العرايس الحلوين اللي لسه مبتدئين، احنا بنحبك يا لومي، بنحب طريقتك في الشرح، واحنا لسه مبتدئين وعايزين تتبيلات الفراخ وتقطيعات الفراخ. انا واحده لسه متجوزه وما بعرفش اقطع فراخ بانيه، ما بعرفش اقطع شاورما، الشيش تاووك بيطلع مني ملخبط ومعقد، مش عارفه يعني. هي المواضيع ابسط من البساطه واسهل من السهوله. تعالي معايا النهارده هنعمل 3 قطعيات ب3 تتبيلات: فراخ بانيه، شيش تاووك، شاورما. يلا بينا نبدا الفيديو. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، ودوسي على زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه انا معايا هنا صدر فرخ اهو، صدر مصحح ما فيهوش اي حاجه. اول حاجه هنعملها في التقطيعه، احنا هنقطع ده شاورما، تمام كده. اول حاجه هنعملها قبل ما نقطع اي حاجه، احنا معانا الجزء ده كده اللي هي بنقول عليها الحته الفليتو، عارفاها؟ اللي احنا بنقول عليها الموزه اللي في الصدر دي. هنطلعها كده بصباعنا، نبتدي نفصلها عن الصدر، وبعدين هتطلع كده بايدينا، مش محتاجه ولا سكينه ولا اي حاجه، لان هي جزء طري جدا في الفرخه ومش هياخد مني حاجه. اهو بصوا طلع عامل ازاي اهو. الحاجه التانيه، هاجي عند الجزء التاني اللي جنب الموزه واروح عامله له قطعيه كده بالسكينه على الطرف بالشكل ده، من غير ما نعوج السكينه. هيطلع مني دي كمان باينه باينه. هنحطهم على جنب. طيب وبعدين هنبتدي نعدل الصدر على وشه تاني، ونتك كده بايدينا الشمال، وهنشتغل بايدينا اليمين ونقطع شرايح بالشكل ده. احنا هنشتغل ايه؟ شاورما، فلازم نطلع سمك الشريحة بالطريقة دي. هنشتغل قطعة كمان من نفس ذات الصدر اهو، زي ما انتوا شايفين. ادي كده شريحة تانية، وبعدين هنشتغل الحتة الأخيرة دي تتقطع منك مش مشكلة خالص، أنا مش عايزاها تطلع سليمة يعني عادي أهو. هنبتدي نقطع الشاورما إزاي؟ بالطريقة دي. هتمسكي الشريحة اللي انتي قطعتيها ومن الطرف هتقطعيها بالطول أهو، شايفين؟ هتطلع معاكي سمك الشريحة عامل كده. سهلة؟ سهل. هنقطع باقي الشرايح بالشكل ده، هنقطع باقي القطع اللي معانا بنفس ذات الطريقة. طب ليه دي اهو؟ ليه دي طلعت الشرايح اصغر؟ عشان الشريحة او السلايز اللي احنا قطعناه اصغر، فطبيعي ان هو يطلع كده. اهم حاجة كمان ان انتي السكينة بتاعتك تكون حامية. لو السكينة باردة هتضطري ان انتي تعملي مجهود كده وانتي ايه بتقطعي الشريحة بتاعتك، وممكن تتقطع منك وتتهلهل اهو. طيب يا لومي، الجزء بقى اللي هو احنا قلنا عليه موزة، فاكرينه؟ الجزء التاني اللي جنبه، لا ده انا مش هقطعه دلوقتي، ده انا هوريكم بقى هنعمل بيه ايه. لكن المضمون بيقول ان احنا ايه، قطعنا هنا الشرايح بتاعت الشاورما. دلوقتي بقى هنقطع الجزء بتاع الشيش تاووك. الشيش تاووك ليه قطعيتين، قطعيه من الصدور وقطعيه من الوراك. لو انت ما بتحبيش الوراك هتقطعيها من الصدور عادي جدا. انا واحده بحب اعملها من الصدور، ما بحبش الوراك. انا في الطبيعي وفي العموم ما بحبش اللحمه بتاعت الورك، تبقى طريه كده زياده عن اللزوم كده ومش ماسكه نفسها، ما بحبش كده. انا بحب اللحمايه اللي انا باكلها تبقى كده اهو محافظه على مركزها، فدايما بحب حته اللحمه بتاعتي تبقى من الصدر. خلاص، هنعمل ايه؟ نفس ذات الطريقه زي ما اتعلمنا. هنشيل الفص الفليتو بطرف الصبع كده، وهنسلكه بالطريقه دي، وهنطلعه بايدينا اهو. شايفه يا ست الكل اهو، لا سحر ولا شعوذه اهو. وهناخد القطعه التانيه اللي جنبه اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه، بحيث ان انت ايه تساوي الصدر. بصوا حتى طلعت عامله ازاي، طويله شبهه
هنبتدي نقطع باقي الصدر بنفس السمك بتاعه ده، لان طبعا الشيش تاووك بيحتاج مكعبات سميكه شويه. هنشتغل بيه كده اهو، ونبتدي ناخد المكعبات بتاعتي كده. مكعباتنا في الشيش تاووك ما بتبقاش رفيعه. بصوا مكعب الشيش تاووك عامل ازاي، شايفين قد ايه اهو، يدخل فيه السيخ ويبقى ماسك نفسه كده ويستحمل الشوي او التحمير او الفرن، ما يقددش منك ابدا ولا ينشف. خلاص ادي كده دي المكعبات بتاعت الشيش تاووك. هنقطع باقي القطعيه بتاعت الشيش بالطريقه دي اهو اهو. تاني اهو، احنا عايزين السمك التخين ده. تالت حاجه بقى معايا الصدر اللي هنقطع منه الفراخ البانيه. الفراخ البانيه بقى دي على حسب ذوقك. في ناس اللي منهم انا برضو بحب القطعه بتاعت الفراخ البانيه تبقى قطعه محمله كده شويه، ما تبقاش رفيعه شبه ورقه السيجاره. ليه؟ لما باجي احمرها بتنشف معايا، بتعكنن. انا احب ايه، حته الفراخ البانيه كده تبقى حته ملظلظه كده وطريه كده، ابقى اكلها وانا مستمتعه بطعمها. ما بحبش حته الفرخه تبقى ناشفه ومقدده تطلع عامله لي كده بعد القليه يعني. وفي ناس بتحبها رفيعه خالص، تاكلها تقرمش بقى كانها بتاكل كريسبي. انا واحده ست كبيره ومسنه يا جماعه، ما عنديش سنان يعني عشان الكلام ده، فدايما احب الحاجه تبقى طريه يعني. نفس القصه برضو هناخد الجزء الطري في الصدر اهو من هنا. هديكي معلومه تانية كمان دلوقتي يا قمرايه اللي داخله على الجواز، ها اهو، ادي الحته الفيليتو بتاعتنا نحطها على جنب برضو، والحته اختها اللي هنا. دايما لما تيجي تقطعي الفراخ ما تجيبيش الفرخه طازه من عند الفراخ جي تقطعيها، غلط، هتتفتفت منك وتسيح. دايما الفرخه قبل ما تقطعيها، وخصوصا لو بتعملي قطعيات شبه دي وهتخزنيها او هتفرزيها في التلاجة، تخليها مجمده شويه. تخليها مجمده شويه، يعني ايه مجمده شويه؟ يعني تبيتيها ليله في الفريزر وتطلعيها الصبح قبل ما تشتغلي فيها بنص ساعه كده هتبتدي تسيح. قبل ما تسيح منك خالص ابتدي قطعيها، تبقى ماسكه نفسها كده ويطلع لك كل شريحه بشريحتها ومحتفظه بشكلها. تمام. هنعمل دلوقتي ايه؟ هنعمل دلوقتي الفراخ البانيه نفس الطريقه اللي انا وريتها لك من شويه. هنعمل كده، هنتك بالاربع صوابع دول ونبتدي نقطع الشريحه بتاعتنا، وتخلي السكينه بتاعتك مستقيمه كده، لا تعوجي كده ولا تعوجي كده وانت بتقطعي، يطلع معاكي الشريحه عامله كده. ايه رايك؟ لا تخينه ولا رفيعه، متوسطه اهي. نحطها على جنب ونشوف الصدر بتاعنا هيطلع لنا كام شريحه. ادي 2، ادي تاني شريحه اهي اهي. ونشوف هنا ممكن تطلع معانا شريحتين مثلا اهو، فعلا شريحتين، بس واحده بالسمك اللي انا عاوزاه وواحده تانية نونو بقى، نونو صغننه خالص. يبقى كده احنا متفقين ان الصدر بيطلع لنا 4 قطع فراخ بانيه. يبقى احنا كده خلصنا ال3 قطعيات بتوعنا. ادي الشيش تاووك، وادي الشاورما، وادي الفراخ البانيه. هنشوف دلوقتي الفراخ دي هتتبل ازاي. كل اكله ليها تتبيلتها، احنا مش هندخل الصوصات على بعض. خليكي معايا، هغسل الفراخ بتاعتي واصفيها وارجع لك على طول. دلوقتي بعد ما غسلت الفراخ بتاعتي وصفيتها هبتدي اتبل كل قطعيه بقى. دي القطعيه بتاعت الشاورما، طبعا انا حطيتها لك في الكيس علشان بسهل عليكي كل حاجه، عشان بعد ما تخلصي تبططيها كده يا قطه وتحطيها في الديب فريزر على طول جاهزه تطلع تستخدميها. تمام. معانا هنا للشاورما شويه ملح، شويه فلفل اسود. الملح والفلفل الاسود دول معانا معروفين الف ب في اي تتبيله. خلاص. معانا هنا شويه زيت زيتون، معلقه، تقولي معلقه من كل حاجه، معلقه مستردة. استني بقى العلبه جديده بقى، استني اهو، معلقه مستردة، معلقه مايونيز اهو، ومعايا
نقول فصين توم. طبعا التوم بتاعي انا مفرزاه، انتوا عارفين انا احب التفريزات زي عينيا. وهتبتدي تعملي كده جوه الكيس. بقى الكيس اهو اهو، شايفين بعمل ايه اهو. عملتي اول تتبيله، ولا مواعين ولا وجع راس، وانت واقفه كده سايبه ايدك، مش سايبه ايدك قوي يعني، بس اهو شايفين اهو. نخلطهم كده في بعض جوه الكيس وخلصنا يا ست الكل. عملتي اول تتبيله اهو. تبتدي تعملي كده، هتخرجي الهواء من الكيس بالطريقه دي اهو. ادي الشاورما جهزت معانا في اقل من ثانيه. يلا بينا بقى نجهز التتبيله بتاعه الايه، الشيش طاووق. اول حاجه احنا قلنا ايه، الف ب ملح وفلفل اسود. ادي شويه ملح، شويه فلفل، شويه بابريكا، توم باودر. طبعا انا سايبه لك انت الكميات على حسب كميه الفراخ اللي انت هتشتغلي بيها، انا عامله لكم عينات بس علشان اعرفكم مش اكتر. بصل باودر، صويا صوص، زيت زيتون، فص توم. اخرت عليكي في حاجه؟ شايفين اهو، ده الكيس. هنبتدي نعمل كده. ادي فص الثوم بهرسه كده مع الحاجه جوه. على فكره الطريقه دي تنفع حتى لو انت عامله كميه اكبر من دي، يعني انا بصراحه بستسهلها قوي. المهم ان انت تخلطي كويس كده كله مع بعضه، نفس طريقه الشاورما. هتبتدي تعملي كده الطريقه دي عشان تخرجي الهواء من الكيس وما تاخديش مساحه في الديب فريزر. بصوا لما تحطوا الاتنين على بعض تقدري تعملي اكبر كميه من التتبيلات وتحطيهم فوق بعض في الديب فريزر، مش هياخدوا منك اي مساحه. يلا بينا هنجهز اخر تتبيله معانا النهارده، وهي الفراخ البانيه. الفراخ البانيه ليها تتبيلات كتير قوي، بس انا هقول لك اسهل تتبيله ممكن تعمليها. انت بقى لسه عروسه مش هنصعبها عليكي. هنحط لها شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه زعتر، شويه من بهارات الفراخ، شويه ريحان. الحاجات العطريه دي يا جماعه بتدي التتبيلات ريحه حلوه قوي، وخصوصا لو انت هتسيبيها في الفريزر بقى. توم باودر وبصل باودر. ادي كده ده البصل، وادي التوم الباودر اهو. لما تيجي انت بقى تخرجيها من التلاجة وهتبتدي تحطيها في البقسماط، هتحطي بيضه وعليها شويه لبن وهتضربيها كويس، تحطيها في البيض وبعدين البقسماط اهو بالطريقه دي. نفس الطريقه اللي عملناها من شويه هتعمليها مع البيض. التبل كله مع بعضه. لما تحبي تشتغلي فيه هتطلعيه قبلها بيوم من الفريزر، تحطيه في التلاجة من تحت يفك على مهله، تطلعي الفراخ البانيه بيض لبن بقسماط وعلى زيت سخن، وتبتدي تحمري احلى فراخ بانيه في الدنيا اهو. عملنا 3 تتبيلات ب3 تقطيعات مختلفه تسهل عليكي يا عروسه يا سنه اولى كل انواع التتبيلات والفراخ تعمليها في ثانيه واحده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.